ايوه راجل، بس اول ما يقرب انت علي يبقى الدنيا لنا ولا هتلقاه. خلاص مع السلامه. خلينا نحسب. تعال تعال. اي يا ابوي خلينا نحسب. انت داخل كده على طول من داخل بيت جدك يا خش اللي فيك شر مرض انت على خلينا نحسب من جوا. خلينا نحسب ويا خد يا عم ما تاجي. استهدى بالله يا ولد، انا خايف عليك. انت لسه سنك صغير، ده لو دخلت جوا ولدي مهالك، وانا خايف عليك يا ولدي. خش انت على خلينا نحسب من جوا. عايزين مني انت الحاج نحسي. قول له هات القسط. لا يا عم انت غلطان في العنوان. احنا اولا مش بناخذ اقساط، ثاني حاجه في 100 واحده في الشارع اسمها نحسي، يمكن نحسه غير دي. يا ابوه هو دي. خلينا نحسب. قبل ما اقول لك انا خايف عليك تعالي. مش ده بيت نحسب الواقع. ما انا الواقع. طيب هو البيت ده خلاص خش ندهالي من جوا. اللي فيه عندي انت عايزيه مني. عايز القسط بتاع القصبات، جبت لها 3 شيال قد كده قصب بالجمل بتاعني. وقسطهم كام دول؟ 50 جنيه. اوه يا خلينا نحسب. محتاج يا عم تعال، ما اقول لك انا خايف عليك اني اتجلد. دقيقه يا ولد. بفتكر بس الجملتين اللي قلتهم لك دول انا خايف عليها. بس عبالك لازم اشوفها الاول، زي ما انت عارف انا الراجل برضك لازم يحترم مرته. برضه التقدير حده بعيد. دقيقه أيوة. بس اشوف انا. اوه يا حجي يا حجي. دقيقة يا شوقية خليك معاي. عايزين دهون. يا الحجة بالراحة طيب، عشان خاطر في ناس غريبة معاي. مدهول انت وهم، انا ما يهمني حد ياد. ايوه يا شوقي. خش. لا خلاص. خش كنت عايز تخش دلوقتي؟ لا خلاص. معاك كنت عامل فيها راجل. يا عم خلاص تعال بس تعال خش. مش عايز انا اخش. شوف هات انت تعال. في واحد هنا حجة ما يقول قال ليه قسط عندك؟ قال جاب لك قصب. بتاع القصب ليه 50 دنيا قسط. ادهاله. طيب يا حجة انا ما شفتش القصب دني. ايوه يا شوقي، يا ريت المر اللي عايشه فيها دي. اما لما طرت من النوم على كده بركت لك على فدان قصب لما عبيت كرشك سكر ودلاب. درك دمي يخش عليك. يا حجة ده انا عامل ناسك جايبهم لك، عشان كده يعني كنت منصب نفسي حتى. شوف الرجل النطع يا شوقي، ده انت نطع صح، اما اللي عايز ناس يصرفوا عليك يا رجل يا كارع. طب فين بقيتهم القصبات؟ ده ما يقول جاب 3 حموله هو. نبع على كده بناتك شفقت عليهم، اديت كمشة الفتحية وكمشة الحمدي. حرام يا ابوي. طب يا حجة برضك ما تاخذنيش، يعني هم دول مش متجوزين ومعاهم رجال، المفروض رجالتهم يعني تصرف عليهم يعني. نبي الرجالة كلها ما عندها دم، زيك بالضبط هم انطاع. دخل عليكم دم حل عليكم بدمي يلكمكم لكم. الرجاله كلها خيتي ختم عليها بقت زي الزفت. انا وبناتي لا محظوظين في الرجاله ابدا. البركه فيك يا حجي، البركه فيك يا ابو. يعني قصر يا حجي دولك اديله ولا ما اديلهوش؟ ايوه اديله 50 جنيه حقه و5 جنيه بكشيش، عشان المره الجايه تبقى سبت حلوين ما يدومش مسوسين. قول له يدوم طراي. حاضر يا حجي حاضر. خذ يا ابو يمسك هذه 50 جنيه وهذه 5 جنيه بكشيش. امسك البكشيش ده جايبه لك الحجي. الله يسترها. ما اقول لك يا شيخ امانه تعمل فيها معروف. لو قالوا لك على قصب الدرجه يقول لهم خلصنا كاس. امانه انت يا شيخ كلم لي الحاجه شوقيه جوا ونشوفها لو كانت عايزه قصب بالقسط اجيب لها بالمره. لا صراحه انا من الصالح في الموضوع دي. عاوز تخش انت خش تعال. لا خلاص. تعالي. لا خلاص والله. لما تاجي. يا ابوي خلاص مش عايز اجيب انا. هي الزعيقه اللي عندك ده يا مطيع. ما فيش حاجه يا حاج، املك الوسع املك الوسع. طب عايزه حاجه ثانيه يا حاج من برا؟ عوزيه منك يا مطيع غور. حاضر يا ابو. دقيقه يا ابو. يا حاج نحسي. تعال يا عم تعالي. هي فيه مش راجل قدامك واقف هني وانت داخل على طول كذي. يا عم دقيقي. يا حاج نحسي. يا خال تقول الحاجه نحسه دي بنت خالتك ولا ما اعلامش؟ يبقى انا عايز قسط من الحاج نحسي. هي القسطين اللي عايزهم الحاج نحسي. واخده من المقلة عندنا لب وحمص وترمس وفول سوداني واخده بكام يعني؟ 1200. ادتني 200 وقالت لي كل اسبوع زي تاخذ ال 100. واخده منك ب 1200 لب وزداني؟ ايوه. ليه يا خالي تكون فاتحه عصيمه جوا؟ وانا مالي انا عايز القسط بتاعي، انا مالي. طيب حاضر يا عم اشوفها لك حاضر.
هي ده عم هي قلت الزوق دي مش ترمي برا كده. شغال في مقلي. طب شغال في مقلة تقرف ابونا احنا نتفل عليني. اجيب قسطه ولا اخش الحاج ناس ثاني. عم دقيقة حاضر اشوفوا لك حاضر. اكلم الحجة عشان هي برضك كلها ماسكة كل حاجة وعارفة كل حاجة هي. طيب شوفها. اسألها لك حاضر يا حجي. يا حجي. استني يا ابوي حمديه خليك معاي اشوف ابوك كانه جهل لا يخرب بيت ابوك. ترى ما عرفاش احتمال حد خالص النهار كله على كده بسببه. اي يا ملكوم متى جيت انت على كده؟ انا لسه ما رحتش النبي حجي. طب ايه في ما قلتش ليا؟ ما في واحد من بتوع الاقساط جه دروك وما يقول انه ليه قال قسطه هي عم الحقيقه الزوق ده. ما يقول قال لي قسطه عندك قال بتاع لب وزداني صح الحديد دي. ايوه اللي مدني اديها له. طب ما معيش يا حجه فلوس اني. امال فلوسك ما توديها فيا؟ هتدي له الفلوس ولا دي لك انا؟ لا حاضر يا حجه حاضر. هات يا عم الحاج. وش عليكم دم؟ هذه 50 جنيه ايوه. وابقى اياها ابقى اديك ال 50 الثانيه. يا ابو العم انا عايز 100 جنيه ماليش دعوه انا قصدي 100 جنيه. دقيقه انا بجي لك عند المقله اجيب لك ال 50 الثانيه. انا ماليش دعوه انا عايز 100 جنيه. يا ابوي خلاص قلت لك انا ابقى اجي لك عند لا المقله. اله الا الله يا ابوي انا القسط بتاعي 100 جنيه مش همشي انا 100 جنيه. اي يا عم قلت لك خلاص يا عم. هتدفع 100 جنيه ولا اديها لك انا؟ عندك رد علي خش يا عليك حجي. دم. خلاص يا حجه ما فيش حاجه خلاص. عندها ايه؟ لا خلاص يا ابوي. الراجل قاعد عندك ولا ماشي؟ خلاص يا حجه قاعد يا حجي. طب قول له النبي يجيب لي ب 50 جنيه قراميش هو ده الاسبوع الجاي. حاضر يا ابوي حاضر. والله قرمشة الخلاطة يا شيخي. وقول لا هي وانت جاي من الاسبوع الجاي تبقى تجيب له 50 جنيه قراميش. بس عاوزك تجيبهم 100 بالشطة. ايوه. وعاوزك تجيب جرجر كبير وتجيب علبة الشطة تكون مولعة نار. وتفضيها في الجرجر وتنيخ اياه القراميش فيه من عشيه. تمام مش عاوز المطافة تلحقها حتى. لا خلاص. بروح اجيبها من الزباين من بتوع الاقساط ولا من الحجه. والله الواحد قرف يا شيخ. خلنا عسير. يا خلنا عسير. حرقت ابو اللي جابوا الاحسن اشياء. ليه؟ أنا انت مين يعني ما لقيش حاجه؟ زرزور يا ابوي جيران. الاقساط. يا ابوي اقساط مين يا ابوي؟ مش بتوع اقساط اني انا زرزور جيرانكم ودي لحد سكيني. ماشي حاضر انا بفتح لك حاضر. معلش يا زرزور يا ولدي من الصبح بتوع الاقساط رايحين جايين خلوا الواحد دماغهم دارك. تفضل تعال. خيرك الله يخليك. تفضل تعالي. الله يبارك فيك. طب تعال نقهوجوك تعال. يا ابوي الله يخليك. تعال انت مش غريب يا تعالي. ابوي دقيقة واحدة. قاعدة جوا الحج ولا لا؟ موجودة تعال. لا طول ما قاعدة جوا انا ما اخشش البيت دي. يا ابوي ده مش شكل فيك حتى ايه؟ الله يخليه ويبارك فيه انا ما اخشش البيت دي. ليه؟ يا ابوي من غير ليه انا جيرانكم وعارف ايه اللي فيه جوا. ده لو خشيت ده يمكن ما اطلعش تاني يا ما عرفهاش اني. عشان تعرف بس المرار اللي انا عايش فيه. يا ابوي كتر خيرك. يلا يا عم الغرض. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. عايزين الشهرية بتاعت النت يا ابوي بتاعت الشهر اللي فات. لا عاد انت غلطان في العنوان احنا مش مشتركين في نت. يبقى تلاقيها نحسه مالت عبد ناصر اللي ساكنه غير يا ابوي دقيقة يا ابوي دقيقة تدلت على ابونا. بلا مش مشتركين في النت انتوا. جات الحجة عندنا الشهر اللي فات وشافت الحجة بتقلب في التليفون في البيات. قالت لي ما تقلب؟ قالت له النت اما اتفرج على الطباخين. وقامت الحجة لازم تشتركوا لي معاكم في النت، لازم تشتركوا في النت. اشتركت من الشهر اللي فات في النت، تقول لي ما اشتركناش، ما انت قاعد وخلاص في البيت. لا ما ابوي ممكن يكون يوم اشتركت انا ما برضه ما اعرفش. طب ما تشوفها ابوي. في حاجات هي عارفاها برضه انا ما خدتش بالي معاها. وديني 150 خلينا نمشي. حاضر بس اشوفها الاول عشان انا لما اعرف ما تعملي به النت ده ابوي. يا حجي يا حجي استني يا وهيبي استني يا وهيبي اشوف المرار الطافح اللي عايشه فيها انا وحدي. اشوف الحزن اشوف اليتيم. عايز ايه يا ايت؟ زرزور ودي الحجه سكينه جاي عايز الشهريه بتاعت النت. اديله 150 جنيه اشتراك الواي فاي. وعامله يا زرزور؟ الحمد لله يا خالي. وعامله يا مريتك؟ تمام يا خاله تمام والله الحمد لله. وعامله يمك؟ تمام رايقه يا ابوي. وعامله يا جدتك؟ جدتي رايقه جدتي. ما يحكي على جدتي دي ما تطلع لها 10 سنين جدتي ضربها. تعال يا زرزور. لا
لا لا لا لا لا لا تمام ما فاضيش والله وراي مشوار. تعالى بس تعالي يا ابوي وراي مشوار ما فاضيش بس قول الحاج خليه يديني ال 150 جنيه عشان اروح اشحن الباقة. بقول لامك على كده الدب الخميري. خمرتيه دي يا حجي. وانت مالك انت قول له مالكش دعوه. حاضر وعايزني اخش جوا. المدهول عندك. قاعد. طب خليه يديك ال 150 جنيه. سمعت يا ولد اديني ال 150 كده. اشوف انا والله ما عارف ابو عمرو النت ديتي انا ما تعمل ايه بيه. استنى ابوي دقيقه ابو شوف الحزن اللي انا عايش فيه. يا حجي يقطع الحجه وسنينها السودي، يقطعنا خالص حتى من الدنيا عشان ترتاح. هتخلص ما خبراش اكلم حد النهار كله على كده يا حد عشان تاكلها الحده وتريح، يا تاكلك وتبرك عليك. عايز ايه يا مجندل؟ معلش يعني بعد اذنك يعني عاوز اعرف بس النت ده ما تعمليه انت بيه. امال الطفح ما تتطفحوا ديتي منين؟ ما كله من ورا وصفات الشيف عثمان. النبي على كده وهي بس شيف عثمان ما يقول ما تكتروش توابل في الاكل. هي يا خيتي التوابل دي يا وهيبي. شيف عثمان ابو الواحد اول مره يسمع عن شيف في الدنيا اسمه الشيف عثمان. يسمع عن الشيف حسن الشيف الشربيني، لكن عثمان ده انا ما اعرفش غير عثمان احمد عثمان بتاع المقاولات. يكون لما تشتغلنا في اللي تضربهم لنا في الخلاطه جوا تقول لك الشيف عثمان. يا خال كان في واحد تاني طلع اسمه الشيف عثمان. اديني ال 150 خليني امشي انا ما فاضي شيء. يا خالي والله العظيم الواحد ما وانت مشكلتك حلها مع نفسك يا ابو. اديني ال 150 خليني الشيف امشي. عثمان دي اختراعاته زي كل حديثها مخالفه يا راجل. حاضر يا ابو معلش يا ابوي خلاص والله يدوا لك الفلوسات ابغى اجيبهم لك شويه كده. انت يا مدهول لا حاضر بالله عشان انت الباقة. يا مدهول. نعم يا حجي. انا مش هقول له. الواد قاعد عندك واد سكيني. قاعد. طب بقول له خلي امك تروح معنا الجنازه بعد العصر. خلاص حاضر يا حاج حاضر ما تاخرش علي. لا حاضر بس روح جيب سيره قدام الحج. انا مش هجيب سيري بس ما تاخر عليها روح للحاجه تاني. لا خلاص عيب عليك انا اجي لك وراك على طول في ذيلك على طول. حاضر روح يا حجي. ويا حجي يا مرار يا وهيبه على الحزن اللي قعدت فيه انا وحدي على كدي. عايز ايه يا يتيم؟ هي في على كدي. بعد اذنك يعني يا حجه بس لو سمحت يعني كان نفسي في حاجه كده كنت عايزك تعملها لي من الشيف عثمان بتاعك دي. قول. ما انا عارفه نفسك خبيثه يا حبيبي. قول عايز ايه على كدي؟ كان نفسي في صينيه بيتزا كده. شوف الوصفه بتاعتها عندك عند الشيف عثمان. ليه انت مش هتبطل الشهوه ده؟ شهوتك دي مش هتبطلها. طب النبله ديلك على كده واعملها لك استناني. ريت الحزن يا وهيبي. ابقى انا ديالك لما اشوف تاكل بيتزا كيف. يا ناي